الله 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 يا اكسلنس، انت طلبت اكل وما طلبتليش؟ والله نسيت، خلاص هطلب لك يا جدع. لا يا عم خلاص، انا عامل حسابي. ايه ده، انت معاك اكلك؟ التراست ايشوز خلتني دايما عامل حسابي. تراست ايشوز. بص يا اكسلانس، انا غير الناس خالص، كلهم شايفين ان التراست ايشوز مرض وبيحاولوا يتعالجوا منه، انا بقى شايفه شيء مفيد. هو بيأثر عليا وعلى الناس اللي حواليا كمان، بس زي ما له عيوب له مميزات، انا قررت بقى امسك في المميزات دي. اصل كونك شخص بيعاني من التراست ايشوز بيخليك دايما جاهز بخطوه لقدام، بيخليك مستعد للأسوأ، فلما الأسوأ يحصل ما تقعدش بقى تصيح وتعمل لنا مناحه، هو اصلا ما حدش فاضي ولا مهتم مين عمل لك ايه. هو ده سر النجاح. لو مش مصدقني بص حواليك يا عم، انت بتعمل ايه؟ بتبص على ايه؟ بص على الناس اللي بتنجح. مفيش شخص ناجح الا وعنده تراست ايشوز بشكل ما او باخر. بص مثلا على اي رجل اعمال ناجح، عمره ما يحط فلوسه في مشروع واحد. يا عم ركز معايا، بيوزع فلوسه على كذا مشروع. ليه بقى؟ عشان لو واحد منهم باظ الباقي يبقى في الامان. انما بقى يعني الموظف الغلبان اللي معتمد على شغله كله في شركه واحده ولا مصدر دخل واحد، لو اتكرش من الشغلانه خلاص بقى على الحديد. مفيش حد ناجح الا ومعاه ستيب. بص مثلا على لعيبه الكوره، من قبل ما يعتزل بيبدا كورسات التدريب عشان وقت ما يبطل يبقى جاهز لسوق العمل. هتلاقي ازمه الثقه دي مش شيء سيء خالص، دي بتخليك جاهز، بتنقذك، بتعلي مقامك في المجتمع. ده حتى الفنانين اول ما الفنان من دول يمسك له قرش في ايده بيعمل ايه؟ بيطلب اكل. بيفتح مطعم. افهم بقى، اتعلم يا اخي. انا بجد مش مصدق ان انت طلبت اكل وما طلبتليش.